السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة. معكم ديليس رفيعة، واليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيك المول العجيب بكريمه ديال الليمون بطريقه سهله ومبسطه يمكن لكم تخدموها للكليان ديالكم مع ذكر الثمن. بالنسبه للمقادير فغنحتاج 2 حبات ديال البيض يكونوا متوسطين في الحجم، غنضيف عليهم نصف كأس ديال الزيت، وغنضيف عليهم ايضا كأس غير مملوء من السكر ما يعادل تقريبا 130 غرام. غنضيف عليهم 150 غرام ديال الحليب ولا يمكن لكم تعوضوه بالماء، وكذلك غنضيف علبه ديال الياغورت بذوق الموز ولا الفانيليا على حسب اللي متوفر عندكم. هاد المكونات كاملين غنحطهم في واحد الاناء ولا في الخلاط الكهربائي ونخلطوهم جيدا. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا غناخذ غير الخلاط اليدوي ونخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. غنضيف هنايا نصف ملعقه صغيره من نكهه ديال الليمون، الا ما توفرش عندكم فممكن انكم تستغناو عليها وتعوضوها بقشور ديال الليمون. غنضيف الكاس الاول من الدقيق، 16 غرام من خميره الحلويات ونخلط. هنا غادي نبدا نضيف الكاس الثاني من الدقيق تدريجيا وانا كنخلط حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. هنا الكاس الثالث غنبدا نضيفه تدريجيا وحنا كنخلطوا. بالنسبه لهاد الكيك فاحتاجت له 300 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ديال الدقيق، والكاس الثالث كيف ما كتلاحظوا بقى منه تقريبا واحد الملعقه كبيره. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا غناخذ المول ديالي اللي غادي نستعمل، اي مول يكون متوفر عندكم فدهنتو بالزبده من قبل ولا يمكن لكم تدهنوه بالزيت وترشوه بالدقيق. غنفرغ فيه الخليط وندخلو النار اللي يكون سخون من قبل على درجه 180 بالنسبه لنا تكون مشعوله من الاسفل فقط حتى كيطيب لنا الكيك ديالنا، وكنشعلوا ليه من الاعلى لواحد 5 دقائق ومباشره كنخرجوه من الفرن. صافي هنا من بعد ما بدا كيبرد لنا الكيك ديالنا غنقلبوه في الصحن ديال التقديم وغنخليوه على جنب حتى كيبرد تماما. في هاد الوقيته غندوزو باش نحضروا الكريمه. غنحتاجو فيها كاس مملوء من الحليب، ملعقتين ديال الكريم باتيسري او النشا، ملعقتين ديال السكر ولا اكثر يمكن لكم تزيدوا على حسب الذوق ديالكم. غنخلطهم جيدا بالخلاط اليدوي وغنحطهم على النار اللي تكون متوسطه حتى كتبدا تعقد لينا الكريمه ديالنا وتشبر في راسها. كيف ما كتلاحظوا كيكون هذا هو القوام ديالها. هنا مباشره غادي نضيف النكهه ديال الليمون، غنضيف تقريبا واحد الملعقه غير مملوءه يمكن لكم تستغناو عليها الا ما توفرتش عندكم وتعوضوها بعصير ديال حبه ديال الليمون. صافي هنا غنحرك ومباشره غنفرغها فوق الكيك ديالي وهي باقا سخونه. نضيفوها للكيك ديالنا قبل ما كتبرد وتشبر في راسها. صافي هنا غادي نساويها في الوسط ديال الكيك وكنخليها على جنب تبرد لمده ديال نصف ساعه. الا كنتو زربانين فيها فممكن انكم تدخلوها للثلاجه وكتزينوها باي حاجه متوفره عندكم. فهنا انا زينتها بقطع ديال الليمون، كذلك زينتها بشويه ديال البافو، والورد المجفف التزيين دائما كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، والا كانت كوموند فكيبقى على حسب الطلب ديال الزبونه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما كيوجد. بالنسبه للثمن اللي كنخرج به هذا الكيك هو 70 درهم، ممكن انكم تخرجوها باكثر ولا اقل على حسب المدينه اللي نتوما فيها. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، والى فيديو قادم ان شاء الله.